هنحاول ان شاء الله النهارده هنعالج حاجه جديده تماما. ايه هي؟ هنحاول نحمل كلب بطريقه سليمه. الناس اللي بتقول انا كلبي مهما بحميه ريحته مش لطيفه، ريحه بق الكلب مش عارف ايه، الكلب بيطلع منه روايح من اماكن معينه كذا. طيب في كارثه اكبر من كل ده. الناس ما بترضاش تحمي كلابها او لازم تودي الكلاب في مكان بيعملوا فيه جرومينج. ما يسع يا جماعه وهوجو نظراته بتقول انت هتعمل معايا كده ليه؟ هناخد الرجل وتحت الباط، الحتت اللي هي مش بتتشاف دي، بين الضوافر، كف الرجل من تحت، جبنا الفوطه. مبسوط بالفوطه كاني جبت له مكافئته يعني. ويت. كمل بقى تسريح لحد ما ناخد الشعر الزايد كله. ستي. كلب ثابت زي ما هو. بعد ما هنوقع الشعر الزايد كله هنبتدي ستي ان احنا نحط الزيت على طول ونتاكد ان الشعر كله ناشف اهو. يبوي. هنبتدي نحط الهوجو ست. هوجو. هدوم الشغل المقطعه وحموم الكلب وعلاقه الاتنين ببعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل يا شباب. الشمس جاية في عيننا، مش عارف أقول لكم إيه بصراحة. بس هنحاول إن شاء الله النهاردة هنعالج حاجة جديدة تماما. إيه هي؟ هنحاول نحمل كلب بطريقة سليمة. الناس اللي بتقول أنا كلبي مهما بحميه ريحته مش لطيفة، ريحة بق الكلب مش عارف إيه، الكلب بيطلع منه روايح من أماكن معينة كذا. طيب في كارثة أكبر من كل ده. الناس ما بترضاش تحمي كلابها أو لازم تودي الكلاب في مكان بيعملوا فيه جرومينج علشان الكلب يبقى نظيف. هو طبعا مش هيقدر يعمل ده كل 3 4 ايام في الصيف، ولا يقدر يعمل ده كل اسبوع في الشتاء الا ناس قليله جدا. فالنتيجه ان الكلاب نفسها هي اللي بتبقى معفنه والناس بتتضايق منها، وانت بتنشر فكره سيئه جدا ان الكلاب ريحتها وحشه. طيب علشان نخلي الموضوع ده مش كده، وعشان نخلي كلبنا شخص طبيعي عايش معانا في المكان بتاعنا والدنيا لطيفه محدش يتضايق منه، حتى الناس اللي ما كانتش بتخاف، اللي كانت بتخاف من الكلاب وبتقرف منها، وانا هوريكم من الموضوع ده حالات كتير جدا هم بقوا بيتعاملوا معاهم بطريقه تانية ومختلفه تماما. طيب يعني العيب في مين؟ لا، العيب في حضرتك، والعيب في حضرتك ان انت مش بتعرف، يعني بتعمل كل حاجه وبتتعب وبتبذل مجهود ومجتهد ما شاء الله، بس في شويه تركات صغنطوطه كده لو عملناها هنوصل اللي احنا عايزينه وزياده. طيب المصيبه بقى بتاعت بهدله الكلب ليك في الحموم. وانا والله لازم لما اجي احمي كلبي فانا مضطر ان البس هدوم مقطعه، ومضطر ان اعمل حاجه او احمل كلب وانا من غير هدوم او طب لو انت عندك ناس، لو انت مضطر، لو انت بتحمل الكلب في مكان اوبن، لو حاجات كتير جدا غير ان انت تحميه على سطح او تحميه بخرطوم في الشارع كانك بتغسل عربيه سوري يعني. او احنا ازاي هنحبب الكلب في الشاور؟ ازاي هنخلي الكلب بيتعامل معانا صح؟ ازاي الكلب بياخد الشاور بطريقه تناسبه يبقى هو اللي مبسوط انه بيعمل كده؟ وبالمناسبه ده اول شاور لهوجو في الشتاء، فعلشان نشوف اول شاور اول شاور في الشتاء مش عارف ايه اول هاور دي. عشان نشوف اول شاور في الشتاء ده، طبعا الكلب طول الوقت متعود على الحر، اول مره دلوقتي هيجرب الميه الساقعه. طبيعي جدا كل السلوكيات هتتغير، الدنيا مش هتبقى متظبطه في كل حاجه. تعالوا نشوف هوجو هيبقى جود بوي ولا هيبقى باد بوي. يلا بينا. مستر هوجو طبعا نايم، يعني اسفين ان احنا بنقلق معاليك يا فندم. يعني لو حضرتك تكرمت هناخد شاور. يلا هوجو نستحمى. نستحمى يلا. تعالى وما تنفضش، يلا هنستحمى. هو طبعا عارف ان احنا داخل استحمى والجو برد فالمعلم هوجو عامل عبيط، يعني اللي هو يلا، طب يلا يلا ايه بالظبط هوجو؟ يلا هنستحمى. يلا ادخل استحمى يلا. كم. يلا نستحمى. كيب بوي. كيب بوي. تعال. يلا مكانك. كيب بوي. ما يسع يا جماعه وهوجو نظراته بتقول انت هتعمل معايا كده ليه؟ نستحمى. بص. كيب بوي.
نطمن الكلب، نخليه دايما ان يحس ان اللي بنعمله ده مش بنعمل له حاجه بتاذيه، او احنا بنعاقبه، او يوصل له موضوع الحموم كنوع من انواع العقاب فيبقى متوتر. لا، هو لازم فعلا يوصل له ان ده نوع من انواع ان انا بروق عليك، نوع من انواع الدلع. تعالى بقى، ايد، تعالى تعالى، ايد بويست. هنخليه الاول ياخد على الميه تماما. هو طبعا ميه متلجه. طب ليه مش بحمل كلب بميه سخنه مثلا؟ عشان مناعة الكلب ما تضعفش، وعلشان يتعود ان ده شتاء وهي دي مية الشتاء، لان هو في الطبيعة او في الحياة البرية ما عندوش مية سخنة خالص، وهو اوريدي كان لازم يتأقلم. والكلاب من الكائنات اللي بتحب المية، بس لو جبنا كائن وخليناه محبوس في مكان وما شافش مية ولا اي حاجة، اول لما نوري له بحر هيجيله فوبيا. فده طبيعي جدا. تعالى هنا يا هوجو، هوجو خش جوه، تعالى هنا. هنبتدي نجيب، لا خش هنا. هنبتدي نجيب المية في كل مكان في الكلب، خليها توصل لكل حتة. هنبل الشعر كله كويس جدا. لف لف، بس تعالى استنى. هوجو ما شاء الله عليه، هو عارف يعني، ابتدى يحفظ الخطوات. طبعا هوجو كلب كبير وكلب انا اللي مربيه، فالكلب فاهم. هنحاول قدام شويه نعمل الكلام ده مع كلاب اول مره تاخد شاور، عشان نوريكم ازاي هقدر اكنترول على الكلب من اول مره، وازاي هقدر اوصل له المعلومه صح. ان هو كلبي بقى خلاص، فمش هفضل كل مره وانا بحمل كلب وبديله شاور ان هو يطلع عيني، وان هو يبهدلني، وان هو يصوت ويخاف ويبهدل الدنيا. يعني هنستحمل رياكشناته وهو جرو لفتره معينه، بعد كده هي هتتغير بالكامل لوحدها. بصوا، ارفع دماغك كده عشان اغسل دماغك. جود بوي. هنبتدي الاول بشامبو مطهر. ليه شامبو مطهر؟ الكلاب ما بتعرقش، فبيتحمل على طبقة الجلد الخارجية، عشان في ناس كتير أعرفها وناس كتير قوية جدا، يعني مش ناس مبتدئة خالص، بيقولوا إن حموم الكلاب الكتير غلط. الكلب جلده بيبقى مليان بكتيريا جدا، وهي ديت اللي بتعمل الريفليكشن، فبتخلي الريحة واصلة ونفاذة. فلما هنيجي نستعمل أول مرة مطهر، الموضوع هيفرق معانا كتير. ممكن تستخدم ده، بس الأفضل لو أنت حابب ريحة لطيفة. كنت بكلم الناس اللي كلابها عايشة معاها جوه البيوت، هنستخدم دوت في مرة، والمرة التانية بعدها على طول بنستخدم شامبو ليه ريحة كويسة. فيلا نجرب ونشوف النتيجة في الآخر. يلا بينا. تعالى هنا يا هوجو. باك باك باك. ست. هوجو ست. جواي. نبتدي الأول ناخد الدماغ. حلو يا هوجو، حلو. عندي مشاكل مع النظافة شوية، فممكن أحمل الكلب بزيادة شوية. في ناس مش هتعمل ربع اللي احنا بنعمله، بس أنا الموضوع ده بيفرق معايا كتير. أنا بحب الموضوع يبقى بضمير. لا ما تنفضش، استنى. ودان الكلب من جوه الشامبو المطهر، دي حاجة مهمة جدا. بالراحة، ما نضايقش الكلب، ما نحسسوش ان احنا بنأذيه، نخلي الكلب تمام. الودن التانية نفس القصة. كده احنا عملنا أصعب جزء، اللي هو الجزء الحساس. وش الكلب، عينيه، ودانه، كل الكلام ده. لا يا هوجو، لا لا ما تنفضش، استنى. نبتدي ناخد الجزء اللي قدام كله سريعا.
كده. نوزع الشامبو في كل حتة. اللي عايز يعرف اسم الشامبو اللي بنستخدمه لو مش عارف، طبعا الناس اللي بتربي وفاهمة هيعرفوه بمجرد النظر. اللي مش عارف يبعت لي كومنت يسألني فيها وانا هرد عليه على طول، او هبعت له على البرايفت على الانستجرام او على الفيسبوك. لازم نوصل للجدر بتاع الجلد او جدر الشعرايه، عشان انا عايز اموت كل البكتيريا اللي ملهاش اي لازمه، بالذات ان احنا في تغيير فصول ودخلت شتاء. بس يا هوجو، لا لا تعالى ورا. رجل الكلب اكتر حاجه بتلم اي حاجه في الارض، فدي اصلا لازم طول الوقت نظيفه، حتى لو هتغسلها لوحدها من غير ما تدي الكلب شاور. هوجو تعالى هنا، قلت ما تنفضش يا حيوان، تعالى هنا. ست. طب يلا، هناخد الرجل وتحت الباط، الحتت اللي هي مش بتتشاف دي، بين الضوافر، كف الرجل من تحت، كل حاجة. تمام. كده ناقص لنا الحتة بتاعت الصدر اللي قدام. جيب بوي، على هنا. هوجو، هنا. جيب بوي. نكمل بقى، احنا كده عملنا أصعب جزء تقريبا. ندي بلة سريعة. ستي. مية ساقعة يا هوجو. ستي. باك يا هوجو. هوجو باك. جدع بوي، هو اللي بيوسع لي رجله عشان عارف انا هغسله ازاي. تعالى كده. ستي. الرجل اللي ورا طبعا منطقة الديل، فتحة الشرج مهمة جدا. استني. هوجو، هي تعالى. ستي. قرب. نو، ما تنط. نو. قرب. لف كده. بناخد
هناخد طبعا دلوقتي الرجل اللي ورا، الاجزاء الداخليه دي كلها لازم تتنضف كويس جدا. هوجو طبعا عشان ما شاء الله هو متعود، هو عارف انا بعمل ايه، فلوحده بيعمل كل حاجه. جيب بوي. وعمال يقول هتخلصوا امتى يا جدعان؟ احنا كده تقريبا خلصنا الجزء الاولاني، هنبتدي نشطفه. وبعد ما نشطفه هنخش على الميكس شامبو اللي انا بعمله. انا عندي الميكس الخاص بتاعي، بس يا تبطل دلع. تعالى هنا، بطل دلع يلا. جيب بوي. قرب هنا. بس يا جماعه اقول لكم، الدلع اكتر حاجه بتبوظ الكلاب في كل حاجه. فالدلع في وقته المناسب هو مكافأة جميلة، في الوقت الغير مناسب هو أكتر حاجة مؤذية في الدنيا لكلبك والاستقرار علاقتك بيه عموما يعني. فهي معادلة كده مش سهلة ومش صعبة خالص، بس لو اتعلمناها إن شاء الله هتبقى سهلة جدا. أدلع الكلب إمتى وإمتى لازم ياخد كل المواضيع بجد. معلم هوجو شكله بيقول لي يا ابني أنا راجل صاحب مرض وعندي برد. كده احنا نزلنا اي بكتيريا هوائيه او فطريات جايه من الهواء، جايه من الشارع، جايه من التويليت، جايه من التمشيه، جايه من اي حاجه. لحد كده الكلب فله. يعني انت ممكن لو انت مش هتقدر تعمل بقيه الموضوع، انت لحد كده انت تمام جدا. قرب يا هوجو، قرب، قرب، بقول قرب. تعالى ارفع كده. تعالى هات ايدك التانيه، هدي. بوي. كده خلصنا اول واحد. لا ما تنفضش. تعالى ستي. ما تنفضش. نو ستي. ستي. ستي ست. بوي. هوجو زهق مننا، احنا هنحاول ننجز اسرع من كده عشان احنا طولنا قوي فعلا. نبتدي بنفس الطريقه اللي فاتت بالظبط، نوزع الشامبو بس ده بيرغي اكتر. كده اسبوع يا باشا. كلبك لو عايش في مكان نظيف، انت عندك فواحه كرة فرو ريحتها حلوه جدا بتجري في الشقه مش مضايقه اي حد. الكلام ده يعني ما علينا من العاد الجانب النفسي، الكلب نفسه بيحس بنفسه. هروح اخد واحده ميكس تاني. علشان انا بستعمل شامبو بشري بحاول استخدم حاجه ما فيهاش اي نوع من انواع الصوديوم، عشان برضو شعرة الكلب ما تتأثرش معايا خالص. هوجو قوم. بتغير يا هوجو؟ لحد دلوقتي بتغير؟
ستي. لا ما توترش يا بابا. ايوه هعمل دي. هو اشطر مني اهو، هو بيفكرني بالخطوات. بيقول لي انت عملت غلط. الكلب يا جماعه طول ما هو عايش معاك في البيت، هو قاعد بيريكورد تصرفاتك خطوه خطوه وحركه حركه، حرفيا كانه جهاز كمبيوتر قاعد بيحمل كل حاجه. ستي. هو دلوقتي يعني هو دلوقتي بيلف بيديني الجنب التاني، اللي هو يلا بقى عشان انا عايز اخرج. احنا هنعمل ميكس السريع ده، ناخد له الجنب التاني. حاضر يا هوجو. اهو. حلو كده. جواه. خلاص. احنا كده تقريبا حطينا كل اللي احنا عايزين نحطه. هنبتدي بس نرغيه كل الاماكن. مش بننسى ولا فتفوته ولا فتفوته في الكلب. طبعا احنا بنقول سوري لمستر كالوشا. اتمرمط معانا في الميه يا عيني. وهوجو تقريبا فهم انا بقول له ايه. بدله واحده تاني. تعالى يا هوجو. هوجو. خلاص يا هوجو، دي اخر واحده. لا قرب. قرب. نو. لا انا عارف. بص انا عارف. انا عارف انك زهقت، بس انت برضو عارف ان انا ما خلصتش. تعالى هنا. قرب هنا. جود. سي. جود بوي. ستي. خلاص انا بشرب اخر واحد. بص. ماشي. زهقت. هتغسل جوه طيب. لازم الصابون يتشطف كويس جدا. بشوف ناس بتحمل كلب يدوله كوزين ميه بصابون وبعد كده كوزين ميه حلوين كده. هو اصلا ولا الكلب استحمى ولا الكلب نضف لف ولا في اي حاجه حصلت. هو ارفع رجلك دي. لف على هنا. ستي. اقعد لو عايز ست. مؤثرات صوتيه.
زهقت يا هوجو؟ هتبوسها. بوسها. هوجو. هوجو يا جماعه عارف ان انا مش بحب اللحس، حتى هو ما شاء الله كلب واعي جدا، ما بيحاولش يعمل اي حاجه تضايقني. لسه في شامبو، استنى. عندكم شامبو؟ بريت يا هوجو. الجزء بقى اللي بيضايق الكلب فعلا هو ده اخر حاجه هنعملها. بس تعالى الاول اوريكم احنا معلمينه ازاي يحمي ودانه من الميه. لا استنى، استنى. صعب قوي ان نخلي الكلب يستحمل الميه اللي ماشيه على ودانه دي، بس احنا معلمينه ازاي يقفل ودانه اوريدي. استنى، لسه. ارفع دماغك عشان الميه ما تنزلش على عينه. ستي نو. هوجو ستي جود. احنا معلمينه ازاي يبقى بالثبات الانفعالي الجميل ده عشان الميه ما تدخلش، ما ندخلش صابون في عينه وما يأذيش نفسه. فاحنا هي دي المعلومه اللي واصله له بالحرف. بعد كده ناخد اخر واحده بلعبها ببوسه. هتبوسها. لا هتبوسها. هوجو هتبوسها. هوجو مش عايز يبوسني. كده احنا خلصنا الشاور تقريبا. معلش احنا هوجو كان بيمرمطنا وبينشف نفسه فبرق الدنيا طبعا، احنا عارفين كده من قبلها. فانا هسيبه مع مستر كالوشا يطلع عينه واروح اجيب له فوطه عشان نوريكم الكلب لازم يتنشف جوه المكان المقفول في الشتاء تحديدا ازاي عشان نتجنب البرد وبلاوي اللي بتحصل في الشتاء. هوجو تعالى هنا. جبنا الفوطه. مبسوط بالفوطه كاني جبت له مكافئته، يعني انا مش بجيب، هي مش مجرد فوطه بالنسبه له. هوجو ست ونهدى عشان ينشف كويس. هو عايز ينشف وشه اهو، هو اللي بيقول لي. ستي. هو الكلب مع التعود هو اللي بيقول لك هو عايز يعمل ايه اصلا. احنا لازم ننشف ودانه، كنا نزلنا الكلام دوت في الفيديو الاولاني. ودان الكلب اكتر حاجه بتضايقه، الفتحات عموما اللي في وشه كلها، عينيه، مناخيره، ودانه. بعد كده هنبتدي ناخد الاماكن الداخليه عشان نبقى مطمنين ان الكلب في المناطق الحساسه دي كلها تنشف بنسبه مثلا 60%. جود شيك. جود بوي. طيب بعد كده ناخد الرجلين. جود بوي. يا شاء الله. ستي. لا تعالي. استنى اشوف رجليك. لا استنى. الثانية. ارفع. هبدأ نشف دي. ناخد تحت البوط. هوجو لف. بس تعالى. هوجو باك. باك. تعالى لف. بس ستي. ايوه انا عايزك من هنا. ناخد الرجل دي. استنى. وهناخد الرجلين اللي ورا والرجل التانية. جود شيك. هوجو يلا شيك تاني. نفض. نفض. لا يلا نفض. فرحة النظافة. نفض. يلا شيك. هوجو. يلا نفض. ها. لا نفض.
لا نفض. جيب بوي. اطلع بالراحه، ايزي، ها ايزي عشان ما تتزحلقش. هات اللي جاي دي على طول يا محمد. ايزي. نو هيوجو، ايزي بالراحه. ايزي. شفت يا جاموسه؟ مش قلت ايزي؟ قلت ايزي. اهبل كده ومتحمس على الفاضي. يلا شيك نفط. يلا. جود بوي، جود شيك. جود شيك. جود بوي. هنخليه ينفض نفسه شويتين كده في الهواء، وهنشفه بفوطه تانية خالص. ده برضو يعني هو انت مش مضطر تعمل كده، وممكن ما تنشفوش اصلا، عشان لو اي حد طلع علق على اي حاجه ممكن ما تعملش كده اساسا، بس انا بعمل كده علشان عايز اتلاشى حاجات كتير احنا مجربينها كتير. جود شيك. تعالى يا هوج. احنا صح لسه خارجين من الشاور، احنا مش متغرقين يعني. لما قلت اتغرقنا ولبست هدوم اللي كنت بتكلم عليها، انا طبعا بحاول اعالج موضوع معين بطريقه يا رب توصل لنا كلنا بطريقه اسهل من كده. فتعالوا نكمل ونشوف هوجو بعد نص ساعه من لما هننشفه دلوقتي. هنبتدي نحط له حاجه عشان تحميه من الحشرات، وكده يبقى هوجو يومه زي الفل. بس هو قاعد مستني التنشيفه التانيه. يعني هو فاهم كل حاجه بتحصل ما شاء الله. ما تنسوش كلنا نقول ما شاء الله ونصلي على النبي لو وصلنا لحد هنا. جود بوي. على الناحيه دي بس ستي. هوجو. هوجو تعالى هنا. ماشي ايوه ماشي ودانك. تعالى. ايوه هي دي تعالى. انا فهمتك والله يا روحي. ايوه هي دي. هات التانية. يبقى ممكن بقى نلعبه دلوقتي بأي حاجة تخليه يتحرك كتير، وأنا شايف إن أنا هخليها معاه أكشن شوية. هجو. يلا. تعالى بايت. بايت. تعالى تعالى هات. هات. هي. هي. هات. هات. هجو. هات. Good boy. Good boy, my boy. هجو. هات. سيب. كده في تهديد قططي. هنبتدي بقى عملية إن إحنا نسرح الأستاذ مستر. تعالى بعد إذنك. تعالى هنسرح بقى. الفرشة قديمة عشان أستاذ هوجو كل لما بجيب فرشة لازم بياكلها، إنما أنا حابب دي أكتر من أي حاجة شكلها جديد. تسريح الكلب مهم جدا، ويبقى كل يوم يا ريت يعني لو تقدر، لأن الموضوع هيفرق معاك كتير، وهيفرق في شعر الكلب وفي شكله. طريقة التسريح مهمة جدا برضو، ممكن نبقى نعمل لها حلقة كاملة علشان على حسب نوع الكلب ازاي تقدر تسرحه صح جدا. هوجو. تعالى نلف هنا.
ارجع ورا باك. لا، تعالى لف. ستي. ناخد الشعر الزايد ده كله. بعد ما ناخد الشعر الزايد كله، تعالى هنا اهو. كمل بقى تسريح لحد ما ناخد الشعر الزايد كله. ستي. كلب ثابت زي ما هو. بعد ما نوقع الشعر الزايد كله، هنبتدي ستي ان احنا نحط الزيت على طول، ونتاكد ان الشعر كله ناشف. تعالى اهو. هنبتدي نحط الهوجو ست. هوجو. هنبتدي نحط الهوجو الزيت، هو عارف ريحته طبعا. هوجو. هوجو. قال لي قشطه يلا بينا. وزعه كويس. اوكي. حط برضو في ودانه، وهنبتدي بنفس الخطوات بتاعه الشاور بالظبط. نحط كل حته في وشه، بعيد عن العين تماما وبعيد عن اللسان تماما. بس مش عايزين القراد يبقى موجود في اي حته، ولا حتى البراغيث، ولا اي حشرات. يعني هو الموضوع دوت بيدمر اي حشره في الدنيا. هوجو. قرب. ستي. ناخد سلسله الظهر. اللي بستعمله ده لسيوم بشري عموما. اللي حابب يعرف ايه هو، يعني لو حد حابب يخش يسالني على الفيسبوك او على الانستجرام، او يكتب لي في كومنت وانا هرد عليه. برضو كل مكان في الكلب مش هنسيب اي مكان مش هنوصل الموضوع ليه. انت ثابت يا محمد. نبتدي بقى نوزع على بقيه المناطق اللي لسه ما خدتش. لف يا هوجو. لف هنا. يبوي. هات ايدك التانية. هوجو. هدي. هاتها. هاتها كده. لف كده على هنا. هدي. تعالى هنا. هنا. اطلع قدام خطوة بس. استي.
هجو. قرب. ست. 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 ايه بوي. ما شاء الله. هجو بقى قمر ونضيف وريحته جميلة. في الآخر هنديله إيه؟ آخر تسريحة. تعالى يا هجو. أنت مستعجل ليه يا اسطى؟ زهقت؟ اقعد. اقعد يلا عشان نسرح تاني. يلا ست. مم. تعالى كده. إن شاء الله. أنت بتبعد ليه يا اسطى؟ عمال بتلف وبتحور ليه؟ تعالى هنا. بس ستي كده. ما قلتش امشي. جد. ما قلتش. تعالى. بس نسرح ودنك. هات الودن التانية. تعالى هنا. ستوب. هتبوسها. ايه بوي. يعني انا اللي هبوس. يلا جو. بيتهيألي كده يا شباب شرحنا كل حاجة بالتفصيل من الألف للياء، من أول الحموم عملنا إيه في الحموم خطوة خطوة، استعملنا إيه في الحموم خطوة خطوة، بعد الحموم عملنا إيه، وبعد اللي عملناه استخدمنا إيه علشان نحافظ على كلابنا من الحشرات، وإزاي نسرح الكلاب. دي كانت مواضيع النهاردة. يا ريت كلنا نعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس ومنشن لصاحبك اللي لسه ما بيعرفش يحمي كلبه، ويا ريت الكل يستفاد. السلام عليكم.